الزمالك بيضيع نقطتين ما لهمش اي لازمه الصراحه، نقطتين من اللي بيضيعوا وبعد كده عليك الدوري وبرخموا عليك الدوري كله. يعني من اسباب التعادل بصراحه ان انت بخش الجيم بعد شوط، التشكيله اللي انت بادئ بيها مع لعيبه مش في اماكنها، ولعيبه مش موفقه زي عمر جابر، ولعيبه تانية كانت المفروض تكون موجوده وما بداتش. بتجرب يوسف اسامه نبيع على الشمال، وبتجرب يوسف حسن مهاجم. حاجات كنت ممكن تعديها كلها لو بدات صح وانجزت، جبت جون، فتحت الماتش، خليت الماتش سهل عليك علشان ما تتزنقش في الاخر. ان انت عايز تجيب جون في اخر 10 دقايق وفي اخر ربع ساعه، عشان طبيعي الفرقه اللي قدامك هتستقتل ورا على الكوره. وكانت ممكن تخطفك بجون واتنين في كام كوره مرتده. كنا ممكن نجيب. ميزه الزمالك السنه اللي فاتت بالذات التلت الاخير يعني في السيزون، ان انت كنت بتنزل الجيم بتجيب جون بدري عشان تفتح الجيم وتبدا تسهل الماتش على نفسك، وده حتى اللي حصل في ماتش بيراميدز لما جبنا